وهدانا إلى الخير وأبعدنا عن الشر. أصلي عليه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا الكرام، اعتذارا على ما أرفع صوتي عليكم، إني أبلغكم شكر هذا الشيخ النهرير الفقيه المشهور اتقانه كل الفنون المعلم كتاب الله تعالى الشيخ أخي تشيرن علي تشيرن مودي، أعني أبا أحمد ابن محمد ابن محمود جاك، أيده الله على ما هو عليه بتعليم طلاب العلم وهل له من فضائل التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، على أنه منهم، أعني من المعلمين. قد أعدى جوده على تعليم القرآن وأفنى أعوامه عليه، لأن القرآن أفضل العلوم. وقال صاحب ابن بر اللوامع، أعني ابن بر: وبعد فاعلم إن العلم القرآن أجمل ما به تهلى الإنسان، لا غرو، لأن أباه أفنى عمره على هذا. إذا نشكره وندعو له كل الخير، ونسأل الله تعالى أن يديم هذا الخير حتى يكون في مدرسة الشيخ محمد أحمد جاك في كل عام 100 حافظ، لا سيما مثل هذا اليوم المسمى يوم البدر. وبعد ذلك نوصي لكم أيها الطلاب أن تجتهدوا في طلب العلم، وبه أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة وأمرهم بالسجود له. وإنما شرف العلم لكونه وسيلة إلى التقوى التي يستحق بها المرء الكرامة عند الله تعالى والسعادة العبدية، كما قيل لمحمد بن الحسن بن عبد الله رحمة الله عليه: تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم، واصبح في البهور الفوائد. تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد. هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، هو الحصن الينجي من جميع الشدائد. فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من 1000 عابد. اقتصر على هذا. ثم صلاة الله والسلام على نبي سيد الأنام، ورضي الله عن شيخنا التجان صاحب الطريقة جد أدنان، وليرحم الله الوالدين جميعهم والأشياخ أجمعين. ولله